السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، سمي الله وصلي على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وروحي بقى حضري لك أي حاجة تشربيها وانتي بتسمعيني، ولو في حاجة برضو وراكي خلصيها. النهاردة بقى جايبة لكم قصة عن استجابة الدعاء وجبر ربنا. بس قبل ما نبدأ القصة ما تنسيش تعملي اللايك بتاعك الجميل. بصي يا ستي، صاحبة القصة دي اسمها أم محمود. أم محمود كانت من الستات الغلبانة قوي اللي على نيتها كده، لا بتضايق حد ولا حد كان بيضايقها، لأن هي كان قلبها طيب أصلا، وكانت دايما عايشة في حالها، قافلة عليها شقتها وعايشة مع نفسها. أم محمود قبل ما تتجوز بتقول إنها أصلا من أسرة بسيطة، ولما جوزها جه اتقدم لها كان هو برضو من أسرة بسيطة لكن كان أقل منها بشوية. هو ولا كان يعرفها ولا هي تعرفه، هو كان عايز يتجوز فسأل ناس على عروسة كويسة وشكروا له فيها، وفعلا راح وتقدم لها. بتقول يا آية لما قعدنا في الرؤية الشرعية، رغم إن كان باين عليه إنه راجل بسيط قوي، لكن كان فيه راحة عجيبة عمري ما حسيتها مع حد، وحسيت إن القعدة دي ربنا نزل عليها السكينة والطمأنينة من ناحيتي ومن ناحيته. حتى هو برضو قال لي أنا مرتاح في الكلام معاكي. واكتر حاجه شدتني فيه يا ايه ان هو قال لي انا نفسي ان انت تتقي الله فيا وانا برضو اتقي الله فيكي، ومبدئيا قبل ما امشي انا مرتاح الحمد لله وحاسس بقبول من ناحيتك. كان نفسي اقول له انا كمان مرتاحه من ناحيتك وحاسه بقبول، بس كنت محرجه ومكسوفه فسكت. فابويا رد عليه وقال له خير يا ابني ان شاء الله، انت شكلك ابن حلال، سيبنا يومين وهنرد عليك. ومشي حسن. المهم عشان ما طولش عليكي، حصلت الحمد لله الخطوبة، وكانت خطوبة على الضيق جدا، والجهاز اللي جهزناه أنا وهو كان برضو جهاز بسيط قوي. لكن اللي عجبني قوي إن في فترة الخطوبة كنت بحس دايما منه إن هو عاوز يتقي الله فيا، وهو كان بيقولها لي، كان بيقول لي أنا عاوز أتقي الله فيكي، وخلي الخطوبة تبقى خطوبة شرعية بما يرضي الله ورسوله، عشان ربنا يبارك لنا في حياتنا اللي بعد كده. واتجوزت أنا وحسن. ابتدينا حياتنا من تحت الصفر، زي ما بقولك كده والله من تحت الصفر حرفيا. شقة إيجار قديم عبارة عن أصلا أوضة وصالة، وسرير حديد بيزيق، ومروحة سقف بتزن لما توجعلك دماغك. بس اللي كان مريحنا إن كنا الحمد لله راضيين، لا عمرنا بصينا في عيشة حد ولا تأففنا من عيشتنا، كان عندنا رضا عجيب. عايزة أقول لكم إن عم حسن كان شغال صنايعي بسيط وكان شغال عند حد، بس كان بيتقي الله جدا في شغله وإيده تتلف بحرير، لكن برضه كان رزقه يوم ويوم، يعني ساعات ربنا يرزقه وساعات ما بيجيلهوش رزق. أم محمود بقى ست بيت جدعة، جدعة بمعنى الكلمة، تصحى الفجر تصلي وتدعي ربنا، وتجهز له الشاي بالبسكوت عشان يفطر، وتسلم عليه قبل ما يروح الشغل، وهي بتدعي له وتقول له يا رب يرزقك من واسع فضله ويبارك لك في رزقك، وتقول بينها وبين نفسها اللهم اغنينا بحلالك عن حرامك واغنينا بفضلك عمن سواك. مرت الأيام وربنا رزقهم بولدين وبنوتة، أولهم محمود اللي على اسمه اتسمت القصة، بعدين منى، ثم يوسف. ويوسف ده كان صغير خالص. محمود من صغره كان طيب وحنين بس عصبي شوية، وكان دايما منطوي على نفسه، يعني اخواته كلهم يلعبوا إلا هو ما يحبش يتجمع معاهم ولا يلعب معاهم، يقعد مع نفسه. وكان برضه بيغير شوية إذا أي حد مدح في أخوه أو أخته قدامه. ورغم كده كانت دايما أم محمود تقول ابني قلبه طيب وحنين. كبر محمود وبدأ يتغير سلوكه كل ما يكبر من أسوأ لأسوأ، وبدأت حياته تتغير أكتر لما دخل الجامعة. اتعرف وقتها على ناس مش تمام، كان ماشي بدماغهم، حياته بقت عبارة عن السهر والضحك الفاضي وقعد على القهوة والكافيهات. كانت أم محمود تقول في نفسها أكيد دي فترة وهتعدي، لكن مع الوقت لقت إن الوقت فعلا بيعدي، لكن ابنها بيضيع منها وما بقتش عارفة تسيطر عليه زي الأول، بقى مهمل جدا في الصلاة ومهمل في البيت وفي المذاكرة، وكلامه معاها بقى ناشف. كانت أول مرة تسمع منه كلمة سيبيني في حالي. بتقول تخيلي ابنك اللي كنت بتسهري على تعبه وبتسهري عليه وعلى راحته، أول فرحتك يعلي صوته عليك ويقولك كده. يومها دخلت المطبخ وقعدت على الأرض وأنا عمالة أعيط، وأنا بعيط ومنهارة كنت بقوله يا رب أنا مسامحاه بس اهديه وما تشمتش حد فيا. كنت بدعيله كل ليلة، حتى لما بقى يرجع متأخر وريحة السجاير مالية هدومه كنت أكثف الدعاء أكتر، وحاول أبقى حنينة عليه واستناه لحد ما يرجع عشان أحطله الأكل، وكنت أقوله مش هتاكل؟ أنا مستنياك عشان ناكل سوا. كان يرد عليا رد ناشف ويدخل الأوضة بتاعته.
أنا عارفة إن اللي هيسمع قصتي هيقولي إيه الدلع ده، بس أنا كنت خايفة عليه، خايفة يروح في سكة اللي يروح ما يرجعش، فكنت بدعي وبحاول أرجعه لحضني تاني. وللأسف الناس اللي حواليا زودوا علي التعب أكتر، بقى الجيران والقرايب بدأوا يلمحولي الولد بقى صعب، شكله ماشي في طريق مش كويس. مش قادرة أوصفلك الكلام ده كان بيعمل فيا إيه. أكيد كل أم هتكون حاسة بالإحساس اللي أنا عايزة أوصفه دلوقتي، وبرغم كده كنت برد عليهم بكل هدوء وأقول لهم بإذن الله ربنا هيردوا إليه ردا جميلا، ادعوا له انتوا بس. مرت السنين والوجع جوايا بيكبر، بس إيماني برحمة ربنا كان بيكبر أكتر، وجوزي كمان تعب أكتر وضغطه بقى عالي دايما، ومحمود تقريبا نسي البيت خالص، وأنا كمان كبرت وتعبت وما بقتش قادرة على الجري وراه. بنتي حبيبتي منا اتخرجت واتجوزت، ويوسف ابني بقى في آخر سنة في الجامعة. وفي مرة كنت قاعدة لوحدي بعد صلاة الفجر، أنا كنت بحب قوي أقعد لحد الشروق من بعد ما سمعت فضل جلسة الشروق. المهم كنت ماسكة المصحف ولقيت نفسي دموعي بتنزل لوحدها، وكأن الوجع اللي بقاله سنين بداريه ظهر فجأة في اليوم ده. وقعدت أعيط على حالي وحال ابني محمود، وأقول له يا رب رجع لي ابني كان بيصلي معايا الفجر، يا رب ده كان إمامي في الصلاة. وأنا يا آية أدعي من هنا وأعيط من هنا، أدعي وأكلم ربنا وأعيط بكل وجع فيا. بعد ما عيطت واتكلمت مع ربنا حسيت براحة عجيبة. وفي نفس اليوم الساعة حوالي كانت 10 الصبح كده، لقيت تليفوني رن برقم غريب. رديت السلام عليكم، ولقيت اللي بيقولي أمي أنا محتاج أرجع البيت، هينفع أرجع؟ قلبي دق دقات غريبة، وفعلا رجع البيت بعد ما كان سايبه حوالي شهر. شكله اتغير، ضعيف وتعبان، وكان فيه كدمات كده على وشه. دخل سلم على أبوه اللي أول ما شافه ما قدرش يمنع نفسه من البكا، ودخل أوضته وسابنا. أبوه كان وحشه على فكرة، بس كان زعلان منه جدا. أخدت أنا على الأوضة وقلت له مالك وإيه اللي عمل فيك كده؟ قال لي وهو بيعيط يا أمي أنا غلطت كتير، مشيت مع ناس وحشة وكانوا هيضيعوني لولا ستر ربنا معايا، وكنت همشي في سكة وحشة قوي، بس معرفش إيه اللي خلاني النهاردة قمت وقلت أنا تعبت من اللي أنا فيه ده ومش عاوز أكمل كده. وفي لحظتها سجدت سجدة شكر لله وأنا عمالة أعيط وأقول له الحمد لله يا رب، أنا كنت بدعي وأنا واثقة إن بعد العسر يسر، أنت قلت كده في كتابك. ومن اليوم ده يا آية حياتي وحياة ابني اتغيرت تماما. ابتدى يصلي، ابتدى يشتغل شغل بسيط في ورشة مع أبوه، البيت رجع له النور تاني، البيت اللي كان مليان زعل وهم بقى فيه سكينة وطمأنينة، والضحك رجع تاني الحمد لله. ودايما أقول أنا ربنا جبر بخاطري جبر ملوش حدود. بعد ما كنت بدعي لابني بالهداية بقى هو اللي بيصحيني الفجر وينزل يصلي الفجر في الجامع. وعايزة بقى أفرحك دلوقتي الحمد لله محمود عاوز يخطب بنوتة جميلة بنت حلال، ادعوا له ربنا يكمل له على خير. ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يجبر بخاطرك احنا وانتي والمسلمين جميعا يا رب. عايزة اقول لكم ان يمكن ابنك او بنتك زي محمود، بس مش عاوزاكي تيأسي وما تكسريهوش بالكلام، خليه يحس ان انتي مأمنه مش خصم ليه، وادعيله دايما، الدعاء والله بيعمل المعجزات. قصة ام محمود مش بس عن ام وابنها، دي عن معنى الصبر والإيمان والثقة بالله، وان ربنا ما بينساش حد ابدا. يمكن الدعوة اللي بتقوليها وانت بتعيطي بالليل تكون سبب فرحة عمرك بعد سنين. ربنا كريم دايما بيجبر، حتى لو الجبر ده اتأخر شوية بس هيجي بإذن الله. وكده الحمد لله القصة خلصت. أتمنى يا رب إن هي تكون اديتكم شوية من الأمل، وإن جبر ربنا جاي جاي بإذن الله. ويلا بينا نقول مع بعض قبل ما نقفل دعاء ختام المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.